في الفيديو ده هقولك ازاي تبني الهالة بتاعتك وتخليها صلبة ومحدش يعرف يكسرها. المشكلة ان معظم الرجالة حتى لو هم قيمتهم عالية فعلا بيتكلموا كتير، بيحكوا عن انجازاتهم كتير، بيحكوا عن الحاجات اللي فاتت، بيتكلموا عن نفسهم كتير وبياخدوا اتنشن زيادة عن اللزوم. المشكلة ان الحاجات دي بتخلي اللي قدامك ده سهل جدا يقراك. انت بتبقى كتاب مفتوح، اي واحد بيعرف يقرا في النفسية بس هيعرف انت بتقول كده ليه وهيعرف يخترقك. والمشكلة كمان ان هو يقدر يتجاهلك بكل سهولة. فانا هقولك في الفيديو ده على شوية نصايح تاخد بالك منهم لو انت عايز الهالة بتاعتك تبقى في افضل حال. اول حاجة وهي انك ما تردش على حد بسرعة. الكلام ده على ارض الواقع مش في الشات، لان انت لو بترد بسرعة في الشات ده قصة تانية. تمام، انا بتكلم في ان لو واحد وجه لك رسالة او سؤال او قل منك عدم احترام يعني، ما تدوش رد فعل بسرعة، لان الرد الفعل اللي هو بيبقى بسرعة ده بيبقى ناتج من العاطفة في الغالب. غريزتك هي اللي متحكمة فيك. انما انت لو صبرت ثانية واتنين وتلاتة، وده مش معناه ان انا مثلا اقول لك ايه، بقول لك ايه قول، لا مش كده. خد وقتك وفكر عادي جدا. حتى لو هم شافوك ممل او حاجة، على الاقل انت اللي عامل ده بمزاجك. لكن لو انت بترد بسرعة ففي الغالب الغريزة هي اللي متحكمة فيك، ففي الغالب يقدروا يتلاعبوا بيك بكل سهولة. على فكرة الكلام ده مش في رجالة او ستات بس، انا بتكلم بشكل عام. فانت لازم تخلي اللي قدامك ده ما ياخدش منك رد فعل بسرعة، حتى لو حاول يعصبك، يضايقك، يحكي لك موقف فيك، اي حاجة عموما مش حاجة واحدة. في الحالة دي مش هيعرف يتلاعب بيك بسهولة، او مش هيعرف يتلاعب بيك اصلا. في الحالة دي انت في مرحلة خطر عليه. وما تنساش ان انت لو ما اديتش رد فعل بسهولة لاي حد، ده هيخليه يحس بوجودك. الحاجة التانية انك تقلل كلامك على قد ما تقدر. مش بقولك ما تتكلمش، الجملة اللي انت بتقولها ما تبقاش واضحة زيادة عن اللزوم. دي مشكلة رجالة كتيرة، ان هم بيحبوا يرغوا كتير من الاخر. احنا بنتكلم دلوقتي كاصحاب على القهوة، انا هقول لكم الحقيقة. انك انت تبقى رغاي، تتكلم زيادة عن اللزوم، تحاول تبين انك جامد، تحاول انك تاخد اهتمام من حد، تحاول انك تغطي على حد، صدقني كل ده بيخلي اللي قدامك ما يحترمكش. حاول على قد ما تقدر تبطل العادة دي لو فيك، صدقني دي بتقلل نص هيبتك حرفيا. انا كان عندي المشكلة دي وحلتها بشكل كبير، وفعلا فرقت معايا وفرقت مع ناس مهمة كمان. تمام، زي مثلا انا دلوقتي لو بعت لك مسج او قلت لك انت كنت فين، ما تقولش مثلا انا كنت مشغول لان انا امبارح كان عندي كده فعشان كده ما عرفتش ارد. قول انك كنت مشغول وخلاص. صدقني محدش مهتم بان انت كنت بتعمل ايه وعشان كده ما ردتش وانا اسف، كل ده مش مطلوب منك. حاجه زي دي بتقلل من قيمتك. وحاجه كمان، الردود القصيره بتوضح ان انت عندك ثقه، مش حابب تتكلم كتير. وده خلي بالك هيخلي كلامك ليه وزن اكتر. وخلي بالك الكلام اللي انت بتتكلمه او لو انت بتكتب في الشات او ايا كان، كل ده طاقة منك. انت دلوقتي لو قاعد معايا بتتكلم زيادة عن اللزوم، انا هقرف منك. ده معناه انك رغاي. تالت حاجة ودي الاهم بالنسبة لي، انك ما تتفاعلش على الميديا كتير. حاول تقلل وقتك يا اسطى. مش بقولك ما تفتحش، افتح، بس مش كل بوست تشوفه على الفيس تعمل له شير. مش كل ما تروح الجيم مثلا تتمرن لك تمرينة تقوم منزلها على الميديا. صدقني كل ده حرفيا بيقلل من قيمتك وانت مش واخد بالك. في قاعدة كده انا عايزك تاخد بالك منها، الناس لو شافت كل حاجة عنك صدقني مش هيحترموك، مش هيقدروا الحاجة دي. زي مثلا ان انت متاح لهم على طول، يحترموك ليه؟ وخلي بالك انك تنشر عنك كتير، سواء بوستات، نجاحات، مثلا صورتك وانت في الجيم، ايا كان. صدقني كل ده كأنك بتقول للناس بص يا رجاله عضلاتي عامله ازاي، انا جامد، انا قوي. استعراض يعني. مفيش مشكله انك تستعرض ده مره. خلينا نقول مثلا لو انت بتنزل صورتك في الجيم مثلا تكون مره كل شهر، كل 3 اسابيع، عسل قوي على كده، ويكون في تطور. انما لو هي نفس الصورة او نفس الجسم مفيش فرق زيادة، ما تعملهاش احسن. والوقت اللي انت كنت بتختار فيه صورة او بوست مثلا تنزله او معلومة مثلا تنزلها ملهاش لازمة مش هتفيد اللي قدامك، خلي الوقت ده لحاجة فعلا تفيدك. حطه في الحياة الواقعية، انزل اتمرن بجد، اعمل اكل صحي. صدقني هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتعلي قيمتك قدام الناس. وطبعا لما انت تظهر قليل فوجودك هيبقى مميز، لان في الحالة دي انت بتلفت الانتباه من الناس بطبيعتك، عكس الناس اللي كل شوية ينزلوا ويشيروا وفاتحين على طول وفاتحينها سداح مداح. وما تنساش ان الغموض او ان انت ما تظهرش كتير بيبني الانجذاب، انما كونك انك بتظهر اكتر ده بيهدمه. الحاجة الرابعة، اوعى تدافع عن نفسك كتير. على قد ما تقدر فلتر ردودك، مش كل رأي ينفع ترد عليه، لان في ناس هتحاول تستفزك. في ناس هتقول لك ايه، يا احمد انا شايف ان انت عملت 1 2 3 غلط. قول له قشطة، اعمل انت الصح. خلاص، ما هو مش كل حد هيقول لك حاجة تعملها. لو الرأي ده فعلا هيغير فيك،
الحاجة دي فعلا غلط، الرأي ده مثلا انت شايفه صح، فكر فيه، مفيش ايه مشكلة، ما بقولكش ما تدافعش. انما ما يجيش واحد مثلا ينتقدك فتقوم ردد عليه والكلام ده. حاول على قد ما تقدر ما تلتفتش للحاجات دي، لان في ناس فاضية، في ناس بتبقى زي ما بقولك ايه، قاعدة على السقطة واللقطة، ان هم من الاخر كده بيطلعوا لك عيوب. سيبهم، ما تردش عليهم. ما تحاولش تجادل كتير، ما تحاولش تفسر كتير، دي حياتك انت يا اسطى مش حياتهم هم. في ناس ما بيعملوش حاجه غير ان هم يضايقوك، عايزين يطلعوا يعني ايه العقد فيك، فانت ما تدهمش ده. لان اصلا كون ان انت بتفسر نفسك كتير، بترد على كل حاجه، ده بيدل على عدم الامان، انت مش واثق في نفسك. انما عدم الاهتمام بالحاجات دي، وانك مش بتديهم رد، او لو بتدي رد يبقى مره كل فين وفين، ده حرفيا بيظهر ان انت مش محتاج موافقه من حد. وخلي بالك ده يبقى بجد، ما تمثلش ده. الحاجة الخامسة ودي الأخيرة تقريبا، إنك ما تبقاش متسرع وإنت ماشي. بالله عليك ما تجريش، ده معناه إنك متأخر، ده معناه إنك متوتر، ده معناه إنك خايف. صدقني الناس مش بتشوفك ماشي بسرعة ده أكيد وراه مشوار، صدقني هما مش بيشوفوا كده. لأن حتى لو أنت متأخر أنت هتبقى قلقان أصلا وعندك قلق غير طبيعي. حاول على قد ما تقدر تمشي بشكل طبيعي، ما تجريش، ما تستعجلش. الا لو انت بقى بتلعب رياضه، ده قصه تانية. ومش معنى كده ان انا بقول لك امشي خطوه خطوه، لا، ولا بقول لك خليك بطيء ولا تتعب، لان ساعتها هنا الناس هتقرف منك. الحركه العاديه الطبيعيه، لا هي سريعه ولا هي متاخره، بتظهر انك شخص واعي، شخص رزين، فاهم هو بيعمل ايه. لان الراجل المتسرع عموما ما بيبقاش واثق في نفسه، وعموما لو انت متسرع في حاجه هتلبس في حيطه. انت لو ماشي بسرعه ممكن تخبط في حد، تخبط في حيطه، عادي جدا. انما لو ماشي بالراحه عادي جدا هتاخد بالك. لو حد حاول يخبط فيك هتاخد بالك برضو، عادي جدا. حاول تاخد راحتك، وقتك، امشي بشكل طبيعي. وانا كلامي هنا مش على المشي بس، انا بديك مثال. انما في النوم، في التمرين، في الشغل، ما تستعجلش ولا تتأخر زيادة عن اللزوم. خليك في المتوسط، لان في الحالة دي هيبين ان انت منظم وقتك، عارف تتحكم فيه ازاي، تتسرع امتى، ما تتسرعش امتى، ايه الصح ايه الغلط. ساعتها هنا الناس هتحترمك غصب عنها. وخلي بالك الهالة بتاعتك مش بتظهر بالصوت العالي او انك تتحكم في حد. كده كده انت لو شخص عندك شخصية، من الاخر كده الهاله بتاعتك عاليه، الناس هتخليك تتحكم فيها، ما تقلقش، انت مش محتاج منك حاجه. على فكره الهاله دي بتيجي من ان انت متحكم في نفسك، في افعالك، في قراراتك، في ان محدش يتوقعك. معظم الناس بتركز على ازاي الناس شايفاني، او الناس ازاي بتشوفني لما انا بختفي او بظهر في اوقات معينه. انما قليل قوي، او يمكن ما شفتش لحد دلوقتي واحد كده ان هو مثلا يقول لك ايه، انا عايز اعرف اللي قدامي ده هيحس بايه، مش هيشوفني ازاي. لان ان هو يشوفك ازاي دي سهله عادي، انا ممكن افيك لك حاجه عادي، ممكن اقول لك ايه، اتمرن واعمل البامب بالعضلات بالفوتوشوب زياده عن اللزوم، حاجه بسيطه وخلاص.